بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كتاب في ساعة، كتاب في دقايق، الأحكام السلطانية أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي. 374 هجري المولد، 450 ميلادي، 450 هجري الوفاة. تحقيق أحمد جاد، دار الحديثة في القاهرة. الكتاب 370 صفحة، 2006. المقدمة وخطبة الكتاب. نظر لمحاولات تصنيف كتب الخاصة بالإمامة والسلطنة والإمارة، واجتهاده في طلب العلم ومكانته العلمية وكتبه. قال الشيخ الإمام أبو الحسن الماوردي: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين، ومن علينا بالكتاب المبين، وشرع لنا من الأحكام، وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعله على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق وثبتت به قواعد الحق. ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه. فهرس الكتاب: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عقد الإمامة، تقليد الوزارة، تقليد الإمارة، تقليد الإمارة على الجهاد، الولاية على المصالح، الولاية على القضاء، الولاية المظالم، ولاية النقابة على ذوي الأنساب، الولاية على إمامة الصلوات، والولاية على الحج، والولاية على الصدقات، وقسم الفيء والغنيمة، ووضع الجزية والخراج، وتختلف أحكامه في البلاد، وإحياء المواد، والحمى والآفاق، وأحكام الإقطاع، وضع الديون، وذكر أحكام وأحكام الجرائم. هل الخلافة واجبة بالشرع؟ وهل تنعقد الخلافة بولاية العهد؟ طيب يبقى احنا ايه، زي ما احنا شفنا كده فهرس الكتاب والطرق بتاعته. زي ما شفنا كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، برضو ده كتاب الأحكام السلطانية للمواردي. شكرا لكم. شكرا.